كيفاش تباني واثقه من نفسك بشخصيه جذابه وقويه، حتى لو كنتي في العمق حاسه براسك ضعيفه او عندك شكوك في القدرات ديالك. كنعرف بزاف من البنات كيعيشوا شي لحظات ديال عدم الثقه، ولكن كنبغيو ديما نبانو قدام الناس بشخصيه متماسكه. اول خطوه باش تباني واثقه من نفسك هي تهتمي بالمظهر ديالك. المقصد بالمظهر ديالك هو المظهر الخارجي، اللباس، الميكاب، الاكسسوارات، كذلك الشعر، حيتاش الناس بكل بساطه كتلاحظك باشنو انتي لابسه اولا كيفاش دايره، نقيه، انيقه. وهذا الشيء ماشي المعنى ديالو ان خصك تكوني نتيا لابسه ماركات غاليه، ولكن على الاقل خصك تعرفي كيفاش تنسقي بين اللباس ديالك وتظهري للناس بشكل مرتب وانيق. اختاري ملابس تكوني مرتاحه فيها وفي نفس الوقت كتعكس الشخصيه ديالك، وديما تهلاي في البشره ديالك وفي الشعر ديالك حتى هو، حيت هادو هما من التفاصيل الصغيره اللي كتعطي الانطباع الاول. ديما حافظي على الوضعيه ديال الجسم ديالك، وقفي مستقيمه، هزي راسك للفوق وما تبانيش منحنيه اولا متردده. نصيحه البنات، المظهر الخارجي هو اول خطوه باش تبيني او تعطي انطباع الناس الاخرين بلي راكي قويه، حتى لو كنتي داخليا كتحسي بالعكس تماما. لغه الجسد كتلعب دور كبير في كيفاش الناس كيشوفوك. ممكن تكوني ساكته وما قلتي حتى كلمه، ولكن الجسم ديالك كيحكي لهم كل شيء. كيفاش؟ العينين، ما عمرك ما تخافي من انك تشوفي في العين ديال الشخص اللي كتهضري معاه، هذا الشيء كيعطي انك كنتي واثقه من نفسك وعارفه شنو كتقولي. ثاني حاجه الابتسامه، ديما كوني مبتسمه ولكن بشكل طبيعي، تبينيش للناس بلي راكي فرحانه بزز اولا كتبتسمي غير باش انك تباني راكي مواكبه معاهم. بالعكس، ديما خصك تكوني مبتسمه، ديك الابتسامه المريحه اللي كتعطي الانطباع ديال انك كتفهمي الموضوع اللي كيتقال لك وباغا تشاركي. الايماءات البنات، الايماءات راه مهمين بزاف، ما خصكش تحركي بزاف بلا سبب، حاولي انك تكوني هادئه وما ديريش حركات بزاف بدون سبب، ما تتحركيش بزاف بلا سبب، وفي جميع المواقف حاولي تباني هادئه واخا تكوني نتيا متوتره من الداخل ديالك. اخر حاجه واللي هو الصوت، ديما حاولي تكوني هادئه في الصوت ديالك وما تغوتيش، اهضري بصوت واضح ومفهوم، وما تكونيش كتقطعي راسك اولا كتقطعي الشخص اللي معك، وما تسكلميش بزاف اولا بطريقه سريعه. نعطيكم مثال. سلام، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله، بارك الله فيك. اييه مشيت عندهم؟ هي والله شافيه يا ربي، داكشي اللي كاين. نتيا هو مزيان بعدا، مزيان، داكشي اللي بغينا الحمد لله. هي مشيت عندهم، مشيت طلعت عليه مسكين الله مسكين الله يشافيه، تضرب بزاف. نتيا مشيتي عندهم؟ هو مزيان الله يعطيك الخير، مزيان داكشي اللي كاين. هي الحمد لله على كل حال. كاين فرق كبير ولا لا؟ طبعا الانطباع من اهم العوامل اللي كيتاثر من اهم العوامل اللي كيتاثروا على الانطباع ديالك، من اهم العوامل اللي كتاثر على الانطباع اللي كياخذوه الناس عليك هي طريقه الهضره ديالك. كيفاش؟ خذي نفس عميق قبل ما تبداي تهضري، حيت هذا الشيء كيساعد انك تحسي بالهدوء. ديما رتبي الافكار ديالك قبل ما تقولي اي حاجه باش ما تبقايش ترددي في الهضره ديالك. ما تخافيش تستعملي عبارات قويه بحال انا متاكده، كنظن ان هذه الفكره ممتازه. بالعكس، هذه الكلمات كتعطيك واحد الثقه وواحد القوه اكبر. ديما تجنبي الاعتذارات الزايده بحال سمحي لي ولكن غير سمحي لي الى غلط. الا كنتي متاكده من شي حاجه قوليها وبثقه. راه المظهر ديالك ولغه الجسد كافيه باش تعطي فقط انطباع اولي، ولكن القوه الحقيقيه راه كتجي من الداخل ديالنا. دونك اشنو خصك تعرفي؟ ماشي ضروري تكوني مثاليه، القوه هي انك تعرفي بلي راكي درتي اخطاء ولكن ما تدمريش راسك عليهم. التفكير الايجابي، البنات التفكير الايجابي راه زوين بزاف. ديما قولي لراسك انا قويه، انا قادره ندير ما احسن، حتى لو حسيتي بالعكس في شي لحظه ضعف.
ديما قولي انا راه قويه. انا ديما كل صباح فاش كنبغي نمشي للخدمه ديالي كنمشي حتى قدام المرايه باش انني ندير سكين كير وكذلك ندير شويه الميك اب، فكنقول اوه شحال زوينه، شنو هاد الزين هذا. دونك كنبغي نعطي واحد الموتيفاسيون لراسي قبل ما نمشي للخدمه باش نمشي مزيانه اون فورم واثقه من راسي. تحديد الاهداف، خلي ديما عندك اهداف صغيره باش تقدري تحققيها بشويه بشويه. هادشي دغيا كيحسك بانك راكي ناجحه وغاده في الطريق الصحيح، وهذا الاحساس الصراحه راه كيعطيك واحد الثقه اللي كبيره اللي كيقدروا انهم يخليوك تحققي اهداف كبيره. دونك ديما خلوا عندكم واحد الكالندريه صغيره رتبوا فيها اليوم ديالكم وشنو خصكم تحققوا في كل نهار. مثلا كتنوضي كديري واحد النظام انك اليوم غادي تفيقي، غادي ترتبي السرير ديالك، غادي تمشي توضي، غادي تصلي، غتقراي مثلا سورة كذا، وغادي نمشي ندير الروتين ديالي ديال البشره قبل ما نمشي الخدمه ديالي. فاش كتجي راسك تشوفي تجمعي الكالندري كتشوفي واش حققتي دوك الاهداف الصغيره كتلقاي براسك بلي راكي تموتيفيتي وكتحسي بلي انك غاده بطريقه منظمه وعارفه الحياه ديالك فين غاده. وصراحه انا هاد القضيه هذه مازال ما معتمدها 100%، كنديرها مره مره لا، ولكن في الخدمه ديالي في البيرو فانا معتمدها 100%. والصراحه كنشوف راسي وكنقنص ما بيني وبين الاشخاص الاخرين. فانا فاش كنبغي نجي نقلب على شي حاجه واش درتها اولا كيسولني البوس ديالي فين وصلت هذا الدوسي هذا ولا فين وصل هذا، كنجي كنفتح ديك الكالندري كنلقى راسي بلي راه درت ديك ليطاب، كنقول ليها فين وصلت وها فين وصلت. ماشي بحال وحده خصها ترجع للسيستم تقلب على شحال من حاجه تعطيه ليطا فين وصل داك الدوسي. وانا هذا الشيء صراحه كيجيني موتيفي اكثر وكيشوف فيا البوس ديالي بلي انا مزيانه وكذا، فكيخلي انا يعتمد عليا اكثر. وهذا الشيء راه زوين في طريقه الحياه ديالكم، حيت كيخلي انه يعطيكم واحد الانطباع ايجابي على الشخص اللي كتعاملي معاه في الحياه، سواء في الحياه العمليه او الحياه الجامعيه او حتى الحياه ديالك الشخصيه. بطبيعه الحال ملي غادي تباني قويه وواثقه من نفسك ضروري من دوك الانتقادات، ولكن راكم عارفين الناس ديما كيهضروا اش الهضره خاويه. دونك اشنو خصك تعرفي، ما تاخديش ديما داكشي كامل بشكل شخصي اولا بشكل جدي. انا ديما اش كنقول هذيك الهضره هضره خاويه ما منهاش، حيت بعض المرات دوك الانتقادات كيكون مجرد انعكاسات من دوك الاشخاص الحياه ديالهم، وبطبيعه الحال كيكونوا شي انتقادات بناءه. شنو هاديري استغلي دوك الانتقادات البناءه. مثلا اذا كان شي تعليق شي انتقاد جاك من لا شي واحد قرات عليك في الخدمه او بلا شي واحد كتعرفيه ولكن لقيتي بلي انه عباره عن نصيحه واخا فيها انتقاد، خديها بعين الاعتبار، راه ماشي حشومه، بالعكس تقبليها وديري بها. دونك ملي غادي ديري بها راه غادي تطوري من نفسك. اما بالنسبه للانتقادات السلبيه فما تردش عليهم، لانه باين الشخص اللي بغى يحبطك راه غادي يحبطك الا نتيا ديتيها فيه، الا ما ديتيهاش فيه فراه ما عنده فين يوصل لك. غير تجاهليه وخلي تصرفاتك نتيا اللي كتهضر عليك. وهنا اليوم حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. كنتمنى النصائح اللي عطيتكم تفيدكم وتساعدكم باش تبانوا واثقات في المجتمع وجذابات الاشخاص الاخرين. كذلك بالنسبه لك نتيا خص تكوني نتيا واثقه من نفسك وجذابه ليك نتيا فاش تشوفي راسك في المرايه تبان لك بنت جذابه وواثقه من نفسك. هذا الفيديو هذا حتى لو كنتم مترددات راه هذا الفيديو هذا غادي يخليكم تكونوا واثقين من نفسكم باش تبانوا قدام الناس، ولكن مع الوقت راه شويه غادي يبان لكم نتوما نفسكم واثقات. الثقه راها مهاره وماشي شي حاجه كتجي بالفطره، ديما غير الصبر والممارسه، ومع الوقت غادي تولي عاده في حياتك. متنساوش تخليو لي في التعليقات التجارب ديالكم مع الثقه، كذلك الاسئله ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحباتكم لعل وعسى يفيدهم هذا الفيديو هذا. ونخليكم دابا باي باي، وما تنساوش بقاو ديما واثقات.